انا عندي 36 سنه وعامل الفيديو ده مخصوص عشان اقول لك على غلطات عملتها في العشرينات ما تغلطهاش زيي. لو انت في العشرينات تسمعني كويس، عشان انا مش هقول لك نصايح من كتب، انا هقول لك من تجارب حصلت ومن وجع ومن حاجات اتمنيت ارجع اغيرها. غلطتي الاولى اللي كان نفسي ما اعملهاش اني كنت مستعجل على كل حاجه، كنت عايز انجح بسرعه، اسافر بسرعه، اكسب بسرعه، وده خلاني اخد قرارات غلط كتير. بس دلوقتي اتعلمت ان السرعه مش دايما انجاز، احيانا بتخليك تبدا من اول وجديد. خليك متمهل بس ما توقفش. الغلطه التانيه اني كنت بسمع الناس اكتر من نفسي، كل واحد كان بيقول لي اعمل كذا وانا كنت بمشي ورا كلامهم، ما كنتش بسال نفسي هو ده يناسبني انا ولا لا. اتعلمت انك لو فضلت تسمع الكل هتضيع صوتك الحقيقي في وسط الزحمه. اسمع الكل عادي بس قرر انت. الغلطه الثالثه اني ما كنتش بحافظ على وقتي، كنت بضيع ايام وسنين على حاجات ملهاش اي معنى، ناس سامه وسهر وكسل وكلام فاضي. الوقت هو اكتر حاجه غاليه في الدنيا، واللي بيروح منه ما بيرجعش. اتعلم تحترم وقتك كانك بتحافظ بالظبط على عمرك. الغلطه الرابعه والاهم اني كنت بخاف ابدا، كنت دايما مستني الظروف تبقى مثاليه، بس الحقيقه ان الظروف مش هتبقى مثاليه ابدا، ولازم تبدا حتى لو خايف. الخوف مش عدوك، العدو الحقيقي انك تسيبه يمنعك. الغلطه الخامسه اني ما كنتش بصرف على نفسي صح، كنت بشتغل واصرف على حاجات تافهه، مش على تعليمي ولا على تطويري ولا حتى على راحتي. بس اتعلمت اني ما ابخلش على نفسي في اللي ينفعني، بس ابخل على كل حاجه ملهاش لازمه. اصرف على اللي بيضيف لك مش على اللي بيستهلكك. الغلطه السادسه كنت بدور على رضا الناس، كنت بعمل كل حاجه عشان الناس تقول عني كويس، بس في الاخر اكتشفت ان محدش بيفتكر. ما ترضيش حد، ارضي ربك وريح بالك. الغلطه السابعه اني كنت فاكر ان عندي وقت كتير قوي، كنت بقول لسه بدري، بس فجاه لقيت نفسي 36 سنه. والحمد لله اتعلمت، بس يا ريت كنت بدات بدري شويه. نصيحتي ليك ابدا النهارده مش لما يبقى عندك 36 سنه. انا عن نفسي مش ندمان، بس لو الزمن رجع بيا كنت هعيش العشرينات بعقل الثلاثينات. لو انت دلوقتي في العشرينات اعتبر الكلام ده هديه من اخ كبير شاف واتعلم. ما تضيعش وقتك في اللف والدوران، الطريق الصح دايما قدامك، بس محتاج تبدا النهارده.